الصيف يعني موسم اللوبيا، ويلا خلي نسوي تم اللوبيا. جبت لوبيا فريش من السوق خضراء وتخبل، راح اقطعها بشكل اللي انتم تحبوه كبار، تحبوه ناعم كلش، تحبوه وسط. هنا انا قطعتها بشكل لا كلش كبار ولا كلش صغار، يعني وسط. اخذت الكمية تقريبا كانت نص كيلو، ويا بصلايتين وتقريبا 4 فصوص ثوم راح اقطعهن. وراح اجيب هسه طاوة اخلي بيها شوية دهن حر او زيت زيتون او زيت اللي انتم تحبوه. راح اخلي البصل بس مجرد يذبل شي ذبلان خفيف، راح اضيف بعدين عليه الثوم. راح اجيب تقريبا نص كيلو من اللحم المفروم راح اضيفه عليه واخليهم يتعصقون كل زين. بعدين راح اضيف عليهم مرقة ماجي، شوية من القرنفل، شوية من البابريكا، شوية من السبع بهارات، معجون طماطة. هذا كل اللي احتاجه. اخليه يسبك على النار كل زين، بعدين اضيف عليهم اللوبيا اللي قطعناها، وراح اخليهم على النار شوي ينطبخون، يعني شيء بسيط بس مجرد انه تذب ميه. بعدين راح اجيب قدر راح اضيف به الحشو بالاخير. تقدرون تسووا طبقات، انا حبيت اخلي الحشو بالاخير، بعدين اضيف عليه التمن كله اللي منقوع والمغسول كل الزين. راح اضيف عليهم كميه المي اللي لازم اضيفها، واخليهم على نار هاديه كل الزين ينطبخون. راح يطلع هذا هو شكلهم روعة. هنا قدمنا ويا شوية من عصير الرقي، غدا عراقي وصيفي بامتياز. لازم تجربوه. إذا حبيت الفيديو تنسوا تشاركوا ويا أصحابكم وتابعوني يعني.